السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نعمل معمول بالجبنة. عنا كبايتين سميد، كباية طحين، كباية سمنة، عنا سكر مطحون وبيكنج باودر. هلأ بالبداية بنحط الكبايتين سميد، كباية الطحين، بنحط معلقتين من السكر البودرة أو حسب انتو بتحبوه يكون حلو فيكن تزيدوا. هلا بدنا نحط 3/4 المعلقة بيكنج باودر، هلا بدنا نخلط المواد الجافة مع بعضها بهالطريقة، خليهم ينخلطوا منيح. بعد ما نخلطهم بدنا نضيف كباية السمنة البقرية الطيبة المذابة، بهيدا الشكل. أكلة كتير كتير طيبة، هيدي مشهورين فيها أهل الساحل السوري. هلأ شو بدنا نعمل؟ براس صابعنا بدنا نفرك المكونات بالسمنة لحتى يتشبعوا منيح. نخلطهم بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ ما بنعجنهم عجين بالبداية، ما بنعجن عجين، بس بنبسهم، بس يعني بنفركهم هيك فرك بالسمنة. بس انه نخلصهم هيك فرك ونتأكد انه نخلطه منيح مع السمنة بهالشكل. نتركهم على جنب ومنغطيهم، نتركهم شي ساعة. هلا نتركهم على جنب، وبعد ساعة رجعنا لهم. شباك تحولت. هلا في عنا مزهر، اللي بحط مزهر، اللي بحط موارد. لهم المزهر يعني قدر شي معلقة كبيرة. عنا كباية مي بنصير نضيف كمان هون. هلا عنا كمان كباية مي وبنعجن. هون بنعجن، هون بنصير نعجن بعد ما ضفنا لهم المي بهالشكل اللي انتو شايفينه. كمان بنرجع بنغطيهم وبنخليهم ساعة. بنقعد بنشرب لنا كاسة زهورات حلوة لحتى تمرق الساعة يعني لنرجع لهم. مش المعمولة.
شقلع الكفوف من مميزات الطبخة. مثل صاحب بنطلونه عم يسألوه. لكن باينين الكفوف أكتر من طيب بعد كيف ما ايديك والكفوف ملطعين. هلا خلصنا هون. الكمية عملت لنا 4 7 10 قطع. اللي بده بيكبر القرص أو بيعملوه بهذا الحجم. هلا خبزناهم على درجة حرارة 180 وهيدي النتيجة. صدقوني ريحة كتير كتير طيبة ولذيذة الريحة. فشيء كيف لما تذوقوها حتعجبكم كتير. هلا نحنا بدنا نرش عليهم ايسينج شوغر او سكر مطحون ناعم. كمان نحنا حضرنا قطر. اللي بحب بزيد يعني بحط كمان قطر اللي بحبهم حلوهم زيادة حسب الذوق. تقولي ما في زيادة القطر. هاي مثل ما قلت لكم هيدي أكلة سورية بيشتهروا فيها أهل الساحل بسوريا. شوفوا ما شاء الله الجبنة كيف شغالة. ما يكونوا سخنين. مطلعيني لا ما رجعي لورا طلعيها كلها يا عطشات. الطعم لذيذ كتير كتير. يعني إن شاء الله بتجربوها بتعملوها وبتدعوا لي يا رب. الله يعطيكم العافية ويقويكم. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل. مشاركة أصدقائكم والإعجاب مهم كتير كتير. شكرا لكم. مع السلامة.